السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المتابعين ديالي، بسم الله والصلاة على رسول الله. هنايا نقدمكم واحد التفصيل ديال اللحم كيجي رائع بالبرقو. تابعوا من الاول حتى الاخر، ما تفوتوش الى باش تشوفوا شنو المكونات وشنو باش كيجي في حالة العراسات. هنا المكونات اللي كتشوفوا جانبات كامل، باش نقرب لكم الكاميرا اللي كتشوفوا هنايا كامل جانبا. غنوريكم واحده بوحده كيفاش كنعمل الطريقه ديالي كنطيب بها يعني اللحم. احبائي هنايا عندي طوماطيش وقد حكيتها، زويت لها الزريعات حتى مقصوبه معدنوس، قرفه، سيبيسو قاقله هذه اللي كتشوفوا، مغروف صغيره، وبابريكا لي بزار وخرقوم وسكنجبيل. عندي هنا تحليه ديال اللحم، عندي هنايا تقريبا كيلو ديال اللحم كما كتشوفوا بحال هذا الشكل هذايا، اللحم ديال البقري ديال العيد. وعندي بصله حمراء، عندي هنا غير نص كيلو ديال البصله وقطعتها بهذا الشكل هذا يعني طويله. ونحم اللحم نزلو جانبا. هنا عندي الطنجره ديالي قدامي، هنا غنعملو اللحم اللولي احبائي، باش نقليو اللحم ديالنا بهذه الطريقه. هذا الشكل ما غنعملوش البصل هي اللوليه باش كيجي السر رائع بزاف. لكن غنشعل هنايا على بوطه، حيت انا كنقطع فيديو احبائي باش ما كنطولش عليكم، كان عندي فيديو طويل. المهم تشوفوا الطريقه. انا وريتكم مكونات اللي غنعملو. هنايا عندي زيت الزيتون من احسن، ما عندكمش زيت الزيتون من الزبده العادي. هنا غنحط ديك 5 ديال الكيس ديال الثوم حمراء كنحط كامل اللحم ديالي هي اللوليه. بعد ما شعلتها خليت اللحم انا كنحطها بالزيت باش كتعرف ديك اللحم. غنعرق اللحم ديالي مع الثوم وكنحطها رائعه بزاف. المهم كما كتشوفوا عاد نعمل البصله احبائي باش ما كتهرسش واحد السرعه وديما كتبان كنعمل نقلب اللحم عاد عدلوها ولا عدلوها دابا كما كتشوفوا باش تجي لكم رائعه بزاف. ضروري كتحطوها في الماء كنوزلو، كنضيفو الفلفل والملح والقرفه عواد. غنعملو ملح على حسب الذوق، يعني مغروفه خرقوم البزار الزبيب سيبيكا وقاقله. هذا هو المكونات. سيبيكا هي باش كيجي اللحم بعرفات كيجي معسل يعني مزيون. هذا هو السر. سيبيكا وقاقله هي كتزين اللحم بزاف، كتجي بحال شكل العراسات، بحال يعني من احسن من ديال العراسات. كنعملها واحد مغروفه يعني قليل من التحليه ديال العيد ديال اللحم. وهنايا باش عاود قطعت الفيديو وريتكم انا كنعرق اللحم ديالي زين، كنخليه يتعرق بشويه كما كتشوفوا، يعني باقي يلاه كيتعرق. وغنشد عليه واحد 6 دقائق هكذاك حتى كيتعرق كيف كتشوفوا. عاود قطعت الفيديو مع بعد ما تعرق عملت له الماء يعني حتى فوق اللحم باش كيطيب ما يعادل لتر ونص ديال الماء. هنا غنشد عليه احبائي نص ساعه ولا ساعه ونبدا نراقبو يعني يطيب ساعات ما كانوا زياده. قطعت الفيديو احبائي بعد ما طاب يعني كما كتشوف قطعت الفيديو واحد ما وريتكمش يعني خليته يطيب. هنا دابا احبائي نغرف اللحم ديالي اللي طاب. فيديوز قطعتكم ما وريتكمش حيت بعض الفيديوز مشاو لي كنت سجلتهم وما سجلتهمش كاملين، وانا كنجري الفيديو هنايا. بعد ما غرفت هاد اللحم ديالي هنايا جانبا وغزاله تبارك الله نسيمه ما شاء الله، كتجي رائعه بزاف بحال هاد الشكل هدايا. كيجي مفتت ومزول من بعض. وهنا كنزينو بالبرقوق يعني والزبيب، برقوق وزبيب وبصله يعني بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا ماشي مكملين. يعني البرقوق جا مفتت يعني زولته من بعضو وعسلتو عسلتو وعملتو القليل من الزنجلان. الا بغيتو تضيفوا له بيض حجريين، اللوز، تضيفوا له الزيتون، نتوما اللي حبيتو. الا عجبكم فيديو ما تنساونيش اللايكات.